حتى انت بغيتي تكون كساب محترف تسمين العجول وتحقق ارباح مزيانه في هذا المشروع. مؤسسه دار الفلاح غادي تقدم لك تكوين احترافي باش تعرف انواع السلالات اللي مزيانه وتعرف كيفاش تستافد من الدعم ديال الدوله باش تبني الكوري ديالك، وكيفاش تشري وتبيع العجول ديالك في السوق، وكيفاش تصوب برنامج تغذيه اقتصادي متوازن باش تحقق اكبر قدر من الارباح، وتعرف كيفاش تحافظ وتشخص الامراض وتعالجها. السلام عليكم. أنا اسمي عبد العلي الحرابي من مدينة طنجة. سبق شاركت مع دار الفلاح في 2 دورات تكوينية، دورة في تسمين العجول ودورة في تربية الدواجن. والحمد لله استفدنا واحد الاستفادة كبيرة، حيث أننا اطلعنا على واحد المجموعة ديال المعلومات والمعارف اللي كنا كنجهلوها في هذه المجالات هذه، سواء الدواجن سواء في تسمين العجول، حيث عرفنا واحد المجموعة ديال السلالات اللي كنا كنجهلوها، والطرق ديال التربية السليمة وكيف التعامل مع كل سلالة. فالحمد لله هذه المعلومات هادو كيمكن للإنسان يدخل في المشاريع هذه بحال هذه وهو مرتاح وكيعرف شنو كيدير وكتوضح له الرؤية. ودار الفلاح هاد المبادرة اللي كدير مشكورة، زعما هاد الدورات اللي كديرها دار الفلاح فهي كتنور الفلاحة، وبالخصوص اللي كيبغي يستثمر في هاد المجالات بحال هكا، فهي كتعطيه واحد الشحنة وواحد القوة، وكتوضح الرؤية وكتخلي الإنسان يدخل لهاد المشاريع بحال هذه وهو مرتاح. والحمد لله عندها آفاق كثيرة بزاف. مثل هاد الدورات عندها آفاق كثيرة، والثمرات ديالها والفوائد ديالها واضحة. كيف قلت يعني واحد المجموعة ديال الطرق اللي كتكون خاطئة فالإنسان كيكتشفها وكيتجنبها وكيعتمد على طرق سليمة اللي يمكن لها اللي يمكن للفلاح ينجح في هذا المشروع هذا، واللي يمكن يعني يتفادى واحد المجموعة ديال المشاكل بالمعرفة ديال التربية السليمة. كنبغي نشكر هاد مؤسسة دار الفلاح لهاد الدورات اللي كدير، وكنشكر كاع الأساتذة والأطر ديالها وكاع الإداريين والمنسقين اللي كيتواصلوا، وكنشكر الجميع، وكنتمنى يستمروا في مثل هاد الدورات لأنها كتعطي واحد النتيجة كثيرة جدا. وشكرا. ما تضيعش الفرصة، سجل في هاد الدورة التكوينية باش تستافد من خبراء مؤسسة دار الفلاح وتحقق المشروع اللي بغيتي.